ارسل لك الموقع. قلت لا موقع البيت عندي. قال لا برسل لك موقع ثاني. هنا جت الصدمة الثانية، وش الموقع الثاني؟ المرسل لي موقع ووصلنا موقع هذا الى احياء قديمه بالرياض، خابر حيه من الاحياء الفخمه. فوصلنا موقع الى حاره قديمه والى بيت دورين من البيوت القديمه يمكن لها 30 سنه فوق. قلت يا ولد يكون موقع وصلنا خطا. واتصل على ابو عبد العزيز، قلت يا ابو عبد العزيز انا وقف انا الموقع عند بيت دورين. قال لي هذا هو بس حياك الله. قلط. يقول نزلت اللي على طلعته، طلعت بالرجال هذا حياك يا مرحبا يا محسن. والله اني انا صدمت، قلت خوينا الله يستر، والله اني قلت تكت العبره. يقول ويقلطن داخل. يوم جلسنا بالمجلس قال انت مستغرب يا ابو عوض بالمكان هذا، ترى هذا بيت جدي وسكننا ابوه. قلت يمكن قصده يعني وقت الاجازه قلت انا عاد الحين بحاول اني امشي الامور. قلت يا ابو عبد العزيز الواحد ترى مهما كان بيوته قديمه، بيوت الاباء والاجداد، الواحد ترى يرتاح بالاحيان اكثر من بيوت الفخمه هذه. حتى عندنا بعنيزه بعض الناس اللي لهم بيوت فخمه يروحون بيوت ابائهم واجدادهم ياخذون يومين وقت الاجازه. انا احاول اضبط امور. قال يا ابو عوض انت ما فهمت قصدي. قلت اجل وشو؟ قال بالعربي انا ما عندي شيء ابدا، انا فلست على الحديده. قلت افا يا ابو عبد العزيز ليه سلامات يا ولد؟ قال مشكلتي الله يحفظها ويخليه لي بناتي. قلت افا ليه العلم؟ قال والله كله يا ابو عبد العزيز بسبة تصوير وسبة كيك وحلا اجيبه لبناتي، والله انه ياخذون الكيك والحلا ويرمون الله يعزكم بالزباله وما حد كلم منه، بس يصورن علشان يقهرن بنات ناس من الجماعه. والله مرات اودي زوجتي وبناته وعيالي الصغار انهم يروحون جميع الدول اللي برا وكل السفره ب100,000 ريال، ومع ذلك يصورن، والظاهر صارت دعوه علينا من هالتصوير. وقال لي يا ابو عوض اذا الله عطاك نعمه لا تباهى وتصوره زي ما صار لي. وانا كان عندي مبلغ اكثر من 300 مليون ريال وكان عندي شركه واسهم، والله اني حتى اخواني واخواتي وبعض اخوياي حطيتهم بالاسهم وبمشاريعي هذه عشان انفعهم، ولكن راحت المبالغ كلها وصاروا اخواني واخواتي واخوياي يطالبوني بالمبالغ وبعت جميع ما املك عشان اسددهم. هذا وضعي زي ما تشوف، بقيت ببيت جدي هنا يا ابو عوض. شكرا لك يا منشدنا وحبيبنا الغالي محسن عوض ابو سعود على هالقصه الجميله اللي صراحه انا تشرفت اني انقرها بقناتي. وفعلا مثل ما قال الله يكون بعونه ابو عبد العزيز، يقول اذا الله عطاك نعمه لا تباهى فيها وتصوره. قصه فيها عظه وعبره. اتمنى طبعا القائي وسردي بالقصه يعجبكم. قبل ما نختم طبعا نقول لا تنسون الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم عليه. نشوفكم على خير، في امان الله.